بلاش تحط فراخ بيضة مع أي نوع فراخ تاني زي الساسو أو البلدي أو الألوان بكل أنواعها. هقول لك أنا في الفيديو ده الأسباب أو المشاكل اللي ممكن تحصل لفراخك البيضة لو حطيت معاهم أي نوع فراخ تاني أو طيور ألوان زي الساسو والبلدي بكل أنواعه. ولكن قبل أي حاجة عايزك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبلاش تنسى اللايك والتعليق والشير ده لو أنت مهتم بمجال تربية الفراخ البيضاء وعايز يظهر لك فيديوهاتنا باستمرار. ويلا عشان ما اطولش عليكم، كوبايه الشاي في ايدك وتعالى نتكلم باختصار. مبدئيا كده انت لما بتربي فراخ بيضه مع فراخ ساسو او بلدي في نفس المكان، فانت كده حاطط البنزين جنب النار زي ما بيقول. ليه طيب؟ او ايه السبب او ايه المشكله؟ تعالى يا عم، ده في مشاكل وحاجات كتير ممكن تحصل بسبب انك حاطط الابيض مع طيور تانية. زي ايه بقى؟ هنتكلم مبدئيا وهنقول هما في 4 اسباب هما الاكثر انتشارا. يعني هنيجي نتكلم وهنذكر اول حاجه فيهم هي المناعه. لازم تبقى انت فاهم وعارف ان مناعه الفراخ البيضاء يعني صفر تماما. مناعه الفراخ البيضاء مقارنه بباقي الطيور قليله جدا او ضعيفه جدا. ودايما الفرخ الابيض عموما يعني بناخده كمثال لاي حد روحه خفيفه او لاي حد يعني بيتعب بسرعه او بتاثر باي حاجه، تقول له انت عامل شبه الفراخ البيضاء. فمعروف الكتكوت الابيض فرفور كده بطبيعته، على عكس الكتاكيت التانية اللي هي الساسو او البلدي، بتكون مناعتها اعلى بكتير وبتقاوم وبتستحمل. فممكن الفراخ البلدي او الساسو يعني يقابلها اي مرض او فيروس وما يبانش عليها وما يظهرش عليها اي اعراض، وكمان الفرخه ما تتاثرش وتقاوم التعب او الميكروب او الفيروس. ولكن المشكله هنا، المشكله بقى ان طبعا كلنا عارفين ان اغلب امراض الطيور بتتناقل يعني من اقل حاجه. فبكل سهوله هيقوم المرض او البكتيريا اللي عند الفراخ البلدي او الساسو يتنقل للابيض، وكلنا عارفين ان الابيض ما فيش فيه مناعه، فهيبدا يتاثر بسرعه ويبدا انه يتعب وممكن يموت منك او ينفق منك في وقت قليل جدا وما تلحقش حتى انك تعالجه. يبقى ده اول سبب معانا، ان مناعه الفراخ البيضاء ضعيفه جدا مقارنه بالطيور التانية اللي بتكون معاها. فممكن الطيور التانية يدخل عليها مرض وتستحمله وتقاومه، ولكن يتنقل للفراخ البيضاء هي اللي تتاثر وهي اللي تتعب وتموت. يبقى ده اول سبب معانا. هنخش على تاني سبب على طول، هو التحصينات او الادويه. طبعا كلنا عارفين الفرخ الابيض مدته 30 35 يوم، فبيكون ليه ادويه معينه بيمشي عليها، يعني يمكن في خلال ال 30 35 يوم دول، بحيث انه يقدر يقاوم البيئه او التهجينات الجينيه اللي حصلت معاه عشان يقدر يديك الوزن بتاعك في الوقت القليل ده. طيب فانت بتيجي تبص يبقى ليه الابيض ليه ادويه شكل او علاجات شكل، والساسو او البلدي ليهم ادويه او يمكن ما بتحط لهمش غير ادويه قليله جدا او بسيطه جدا. فتيجي تبص هتلاقيك انت متبرجل في حته الدواء او بتصرف دواء بزياده على الفاضي. طيب يبقى كده قلنا سببين، اللي هو التحصين اللي هو المناعه، وبعد كده التحصينات او الدواء. هنخش على السبب الثالث برضه، وده بيحصل كتير جدا، وهو الافتراس. يعني ايه الافتراس؟ الافتراس يا سيدي يعني الفراخ تبدا تاكل في بعضها وتبدا انها تفترس بعضها. طيب بسبب ايه بقى؟ طبعا كلنا عارفين ان الفراخ الساسه او البلد عموما حركتها كتير ومش راكزه زي الفراخ البيضاء. الفرخ الابيض تحس عمده في نفسه كده، عايز ياكل يشرب ينام، ولا حد يقول له قوم ولا روح ولا تعالى ولا يتحرك. انما الفراخ الساسو والبلدي تلاقيهم عاملين شبه الاراجوزات، عمالين بيتنططوا من هنا لهنا من هنا لهنا وما بيريحوش نفسهم خالص، فيبداوا يروحوا للابيض، والابيض بطبيعته قاعد ما بيحبش الحركه الكتير، فيبداوا ينقروا في جسم الابيض. وخصوصا عارفين كلنا ان جسم الفرخ الابيض بيبقى طري عن باقي الطيور، او الجلد بتاعه بيبقى رقيق عن باقي الطيور. فمع النقر ده ممكن تلاقي الفرخ يعني الفرخ الابيض يبدا يعني ممكن ينزل نقطه دم نقطتين دم بسبب النقر اللي بيتعمل فيه من الفراخ الساسو او الفراخ البلدي. فمجرد ما نزل من جسم الفرخ الابيض نقطه ولا نقطتين دم، بيبدا الفراخ كلها تجري على ريحه الدم ده، عشان بيكون ريحته زفره شويه، فبيبداوا انهم كلهم يعني حاجه غريبه عليهم، كل الفراخ بتبدا تروح على الدم ده وتنقر فيه، والفراخ تقرب من بعضها وبتشم ريحه الدم قريب من بعض، فتلاقي الفراخ كلها تبدا تاكل في بعضها، وتلاقي الفراخ مقطعه بعض ومبهدله بعض. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن المناعه واتكلمنا عن التحصين واتكلمنا عن الافتراس، وعرفنا الفراخ بتفترس بعضها ليه. هنيجي بقى على النقطه الاخيره والرابعه، وهي التهويه. كلنا عارفين ان الفرخ الابيض كتله لحم عايز ياكل ويشرب ويحول، فبتلاقي دايما قاعد مجهد وعمال بتنفس وبطلع ثاني اكسيد الكربون، الميه ثاني اكسيد الكربون من بقه بكميات كبيره.
فطبعا كلنا عارفين ان، وطبعا بخرج برضه يعني بياكل ويشرب ويعمل براز، فبتلاقي ريحه الامونيا عاليه مع كتمه النفس، مع بحكم ان هو عمال بيتنفس اسرع واسرع، فتيجي تبص تلاقي المكان بقى مكتوم بسرعه. فدايما معروف الفرخ الابيض بعوز تهويه سريعه وباستمرار، يعني لو ما هوتلوش الفرخ هيتبهدل منك ويتغير وما يكبرش ويخش في مشاكل كتير. على عكس الفراخ البلدي والساسو، الفراخ البلدي والساسو اقل شويه تهويه بيمشوا حالهم، لو اتكتب عليهم شويه بيستحملوا ولا يشغلهم ولا يفرق لهم. ولكن الفرخ البلدي والساسو لو بس جيت انت تهول الابيض وخدوا شويه هوا ولا لطشه هوا بس بسيطه خالص، تلاقيهم يبداوا يعتصموا ويتغيروا ويجوا لهم دور برد. يبقى انت مش هتقدر توازن ما بين التدفئه والتهويه في وجود الابيض مع اي نوع طيور تانية. يبقى دي الاربع اسباب او دي الاربع مشاكل اللي ممكن تحصل لك لو حطيت اي طيور تانية مع الفراخ البيضاء. ربنا يرزق الجميع وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك استفسار سيبوا لنا في تعليق، وما تنساش اللايك والشير والتعليق، وما تنساش برضه تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اخوكم ابو نوح.